السلام عليكم هندسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا كريم، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير، يا رب محمد يكون بخير. هو كمان محمد ده صاحبنا التالت اللي بيشتغل كل الشغل اللي انتوا بيعجبكم ده كله ورا الكاميرا، فيا رب هو كمان يكون بخير. بص هندسة، في بنت بتقول هل ينفع اشتغل جنب الدراسة ولا لا؟ ولو ولد فهل ده يبقى حلو ولا وحش؟ قبل ما اقول مشكلة النهارده اللي بتتسألني والكريم متوصي بيا توصية حلوة قوي، خلوني انا اسألكم سؤال. عاملين ايه في رمضان؟ عاملين ايه في التراويح؟ عاملين ايه في الصلوات الخمس؟ عاملين ايه في صلاة الفجر؟ عاملين ايه في الصيام؟ صايمين كده عن الاكل والشرب بس، ولا في حاجات تانية زي الغيبة والنميمة واللت والعجن والكلام الكتير والدوشة والخناقات والمسلسلات والافلام والحاجات دي كلها؟ رمضان ركز فيه، ده ماراثون. زي ما بدأت فيه نشط كده وزي الفل، أهم حاجة تخلصه علشان الماراثون بيتحسب في الآخر، وإنما الأعمال بالخواتيم. فنركز كلنا في رمضان عشان ما يضيعش مننا. نرجع لمشكلة النهاردة. كريم بيقول لي يا هندسة، نشتغل جنب الجامعة ولا ما نشتغلش؟ إيه الأحسن؟ طيب خلينا نفصلها على حتتين. الحتة الأولانية، لو أنت محتاج الشغل ماديا مفيش فصال، يبقى لازم تشتغل من غير كلام. خلاص متفقين كده؟ طيب الحاجة التانية، لو مش محتاج الشغل ماديا أحسن لك تشتغل. خلاص يبقى في كلتا الحالتين روح اشتغل. لكن الحالة الوحيدة اللي أقدر أقول لك عليها ما تشتغلش لو الشغل ده هيعيقك عن الجامعة. هيعيقك لأن أنت الشغلانة الرئيسية اللي أنت شغالها حاليا هو طالب في الجامعة، ومطلوب منك إنك تنجح في الجامعة وتجيب تقدير في الجامعة، تطلع من الأوائل في الجامعة علشان تشتغل إن شاء الله بشهادتك. فده الأساس. الحاجات اللي جنب الأساس لو قدرت توازن ما بينها تبقى حاجة رائعة. قدرت انك تشتغل وتوازن ما بينها وتدي للشغل حقه، ما هو انت الشغل ده هتاخد منه فلوس، فلازم تروح في مواعيدك، ما تبقاش مكسل، ما تبقاش تعبان، ما تبقاش نايم. وفي نفس الوقت الجامعة ما تجيش عليها وما تغيبش من محاضراتك، وتكون مذاكر كويس، وتكون عامل كل الشيتس والريبورتس والريسيرش والبرزنتيشن والهوم وورك وكل الامتحانات حاضرها والدنيا كلها كويسة. لو قدرت تعمل التوازن ده توكل على الله اشتغل. لو في مشكلة أجلها، لو مفيش عائق مادي. غالبا اللي عنده عائق مادي وبيشتغل ده بيقدر يوازن ما بين الحاجتين كويس جدا جدا جدا، لأنه عارف تمن دراسته في الجامعة قد ايه هو بيتعب علشان يدرس في الجامعة، فده ان شاء الله غالبا وكمان بيطلع من المتفوقين. لكن اللي يقدر يشتغل الشغل بيعلمك المسؤولية، بيعلمك ازاي تقدر وقتك، ازاي تحسب كل حاجة ماديا وزمنيا وجسديا وعقليا وقلبيا، كل حاجة فعلا بيحملك مسؤولية ويخليك ذو شأن. مش شرط الشغل محتاج ماديا يبقى أهلك فقراء أو أهلك ما يقدروش، لا مش قصدي كده خالص. ممكن تكون مش عايز تحملهم مسؤوليتك، مش عايز تحملهم عبء على عبئك، عادي عايز تتحمل مسؤوليتك، دي حاجة رائعة. ممكن يكون ربنا كرمك بحاجة عالية في الدراسة، حاجة خاصة، حاجة انترشيب ولا حاجة مش عارف انترناشونال ولا حاجة بعثة خارج البلاد، ومش عايز تحمل. يعني انت كنتوا عاملين حسابكم على ليفل معين من الدراسة وربنا كرمك بليفل أعلى، فقلت لا أنا هشتغل عشان ما أحملش أهلي. يعني الموضوع ماديا ما هيش حاجة عيب، ما هيش حاجة تكسف، ما هيش حاجة تضر. احنا بس عندنا قاعدة بنقول لا ضرر ولا ضرر، ما تضرش شغلك وما تضرش جامعتك ومذاكرتك. فيا ريت تشتغل، ويا ريت كل واحد فينا يحسب وقته صح. يعني لو حسبت وقتك صح صدقني هتلاقي الموضوع رائع معاك في الجامعة، في الشغل، في الحياة. هتلاقي بتحسب كل حاجة بالوقت، حتى البريك اللي بتاخده، حتى اللعب اللي بتلعبه، حتى الجيم بلاي ستيشن اللي بتلعبه، البريك اللي بتروح تخرج فيه مع أصحابك وتاكل وتشرب، الرحلة اللي بتطلعها، الماتش اللي بتلعبه. اي حاجه من دي هتلاقيها محسوبه. انا كده كفايه علشان عندي شغل، علشان عندي مذاكره. فلو قدرت تواظب بين الاثنين توكل على الله. ولازم تتوكل على الله، ولازم تستعين بالله. ايوه لازم تستعين بالله، وادعوا ربنا سبحانه وتعالى. يا اخوانا ادعوا ربنا، ادعوا ربنا. محدش يتكسف من الدعاء ومحدش يشك في الدعاء. انت بتدعي رب كريم، بتدعي رب كبير، بتدعي رب خالق كل شيء وقادر على كل شيء. ارفع ايدك بالدعاء وادعيه باللغه اللي تحبها، باللهجة اللي تحبها، بالطريقة اللي تحبها. ما تدورش على دعاء مكتوب، ما تدورش على دعاء منثور. انت توكل على الله على طول، ارفع ايدك ويا رب انجح بتفوق، يا رب اكون احسن واحد، اكون افضل واحد، اكون اغنى واحد، يا رب يكون عندي عربية بالطريقة الفلانية، شقة بالطريقة الفلانية، ساعة بالطريقة الفلانية، بالموبايل. ادعي بكل تفاصيل حياتك. فيعني محدش ينتظر موضوع الشغل، يتوكل على الله على طول. محدش يتكسف من الدعاء. استعن بالله، لست وحدك، توكل على الله، وربنا معانا جميعا. واشوفكم ان شاء الله في المشكلة القادمة. سلام عليكم.